كام العلبة؟ 5 جنيه. طبعا مفيش معالق فبنحط بسكوت. دي ليه بقى؟ الموضوع المعلقة. طب هو هياكل ازاي؟ احلى. هياكلها ازاي بقى من غير المعلقة؟ هو حبيبها كده من غير المعلقة. من غير المعلقة. والبسكوتة دي بتساعد يعني؟ اه. دي مانجا وحليب بس. الفكرة بقى في ايه ان انت مثلا بتلف في الكرة، يعني الميزة في ايه هنا؟ وكمان انا شايفة ان الاطفال بتقول لك احنا عايزينك تيجي على طول. ما عشان خاطر هما ده حب فيا وده رزقي. ده حب فيك انت. وفي نفس الوقت الايس كريم عشان مش موجود باستمرار هنا في الارياف، يعني مفيش محلات وكده. الا قليل في بعض القرى بيكون فيها الكلام ده. بعدين سعر كويس. انت بتكسب؟ اكيد طبعا، بس يعني هو لازم النفر يشفى عشان يكسب. اصل ب 2 جنيه ونص فين المكسب؟ عادي، هو لازم يعني هو النفر لازم يشجع عشان يكسب يعني. انا اقصد امال انا بطلع من الساعه 9 الصبح ليه وبرجع الساعه 9 بالليل ليه؟ انت بتطور بقى في شغلك ده؟ تطوير بقى في شغلك ايه؟ النظافه اهم حاجه عندي، النظافه، واهم حاجه اسلوبي مع البنوته اللي جايه ولا الاطفال اللي جايه عليا. بتتعامل معاهم كويس يعني؟ لازم اتعامل معاهم كويس. نفسك يكون عندك محل؟ اكيد. ليه بقى؟ اكيد. هو النفر بقى منين؟ هو النفر منين؟ ما النفر لازم يتطور. ولما تعمل محل بقى الاطفال هتزعل كده خالص ان انت ما بتروح لهم. هو الاطفال المحل ده شغل بالليل. شغل بالليل. لكن هتلف يعني انت لو جالك محل؟ لكن هلف برضه، الاطفال الصغيره لازم لابد منها. عشان مش هزعلهم. انت بقالك كام سنه شغال الشغلانه دي؟ 5 سنين. 5 سنين؟ وشغلانه مكفياك؟ طب انت الفكره جات لك ازاي؟ الفكره جت عادي، كنا الاول بنسرح على عجله. الوقت بقى تروسيكل. يعني ربنا فتح عليك فجبت تروسيكل. وانت عامل دي بقى عند نجار العربيه دي؟ انت عامل العربيه دي عند نجار؟ تكلفتها ايه لو حد عايز يعمل المشروع ده؟ تكلفتها العربيه لو حاجه 13000 جنيه. تمام. وايه كمان؟ والتروسيكل؟ لسه التروسيكل ب 75000 جنيه. بس مشروع برضو مكلف يعني. امال ايه؟ صح كده؟ طب لو عجله؟ لو عجله برضه هي يعني ايه، هنوفر ال 75000 جنيه. بتوع التروسيكل. تمام.